ناخذ معك أيضا بعض المتدخلين الآخرين. ناخذ مكالمة من الشيخ علي عيسى ملاح، أظنه عالم دين لبناني. تفضل يا شيخ علي. الو، السلام عليكم يا دكتور. وعليك السلام ورحمة الله. السلام على ضيوفك كمان من قم ومن السعودية والدكتور الموجود عندك نفس الوقت. أهلا وسهلا أخي. ممكن إذا تكرمت، أنا انتبهت لرسالتك بالإيميل اللي جات. نعم صحيح. تعرفني شوية، تعرف المشاهدين حضرتك مين حتى يعرفوا. بس والله أنا اسمي علي عيسى ملاح، الشيخ علي عيسى ملاح. درست في الحوزة العلمية، حوزة الإمام المهدي الموجودة في برمنغهام. أيوة. صار لي حوالي يعني 6-7 سنوات، وبالوقت يعني الحمد لله بخلص بحث الماجستير وسأبدأ بحث الدكتوراه هنا في جامعة برمنغهام. اوكي، موفق. وما زلت يعني أكمل في البحث الخارج يعني في الحوزة نفس الوقت يعني. طيب. واصلي من لبنان، بس جيت على هذا البلد لما كنت صغير يعني من زمان، وعشنا بهذا البلد، ونفس الوقت يعني حبيت ادرس الدراسه الدينيه بعد ما سمعنا عن الاختلافات الموجوده عن ديانتي يعني. واصلا انا من الاساس يعني مسؤول من جنوب لبنان، يعني من المذهب الشيعي اكيد يعني الجعفري. بس حابب بس بين عدة نقاط لو سمحت، يعني مش حاخذ من وقتكم كثير يعني، بس عدة نقاط مهمة جدا يعني من ناحية انه هذه انا وجدت حدة هذه البحوث. صحيح انه 6 سنوات يعني ما بيعتبروه وقت كثير، بس مثل ما عندنا الانسان يعني بال6 سنوات في يدرس قد ما بيدرس انسان اخر ب10 سنوات او اكثر او اقل يعني اذا وفقه الله يعني. النقط المهمة بس بدي ابينها لو سمحت. الاخوان عم يتناقشوا من ناحية الوسيلة لغير الله او الوسيلة الى الله عز وجل. سؤال البسيط جدا، أهل البيت صحيح أنه مثل ما ذكرت من لحظة بالصحيفة السجادية قال بمحمد، ولكن أين أهل البيت دعوا مباشرة يا محمد؟ يعني دليل بسيط، كأنا إنسان ربيت على هذه العقيدة أحب أن أسأل يعني هل هناك دليل واحد يدل عن أهل البيت ينادوا باسم بعضهم البعض؟ الله أكبر. يعني نحن عم نقول أنه هذه والله طيب نحن عم ننادي يا فلان، بالنسبة انه نيتي انا مثلا يا فلان بس يا الله يعني عز وجل. بس السؤال البسيط، طب هل اهل البيت فعلوا بهذا؟ الله اكبر. طب يمكن الانسان ان يقول اللهم بحق فلان، يمكن بعض الناس تختلف عليها، لكن بحق اتركوا هذه مع الله يقرر. بحق فلان، هل هو يحب هذا الانسان فيقرر، ولكن اين موجود يا فلان؟ مثلا حسين عليه السلام في كربلاء هل نادى يا علي تعال ساعدني، ام يا علي اسأل الله ان يساعدني في هذا الموقف؟ الله اكبر. هل زينب عليه السلام عندما أذت نادت يا علي أم يا رسول الله أم لا؟ دائما يا الله، هذه كلمة على لسان أهل البيت عليهم السلام. بقى النقطة المهمة، الأخ كان عم بقول من قم يعني أنه هو يقول أنه هذا الدعاء دليل بحق فلان. ما في إشكال، قل بحق اللهم بحق فلان ساعدني إن كان هذا الإنسان عندك كرامة، ولكن الأفضل نقول يا الله مباشرة. ولكن لا إشكال بحق فلان. لكن النقطة أين موجود؟ أتوني بدليل واحد يقول يا علي، أو الإمام علي قال توسلوا إلي وأنا سأتوسل إلى الله لكم. هل قال هذا علي أم الحسن أم الحسين أم فاطمة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حدا قال هذا الكلام. النقطة الثانية، من ناحية الإخوان دائما في المذهب عندنا يأتوا من ناحية الفلسفية يعني. طب أنا من ناحية الفلسفية عندما إنسان يقول يا علي، من يسمع أولا؟ الو الدكتور موجود معي؟ معك سمعك. من يسمع اولا؟ هل الله يسمع اولا ام علي ام الحسن ام الحسين يسمعوا اولا؟ يعني هذا من الناحيه المنطقيه. عندما اقول انا يا علي اسال الله لي على يا علي عليك السلام، اسال من يسمع اولا، الله ام علي؟ فمن الرحمه، من هو ارحم، الله ام علي لان يجيب؟ هذا السؤال. بس هذه من الناحيه الفلسفيه، ومن الناحيه الاخرى من الناحيه المنطقيه، ومن الناحيه الثانيه من ناحيه انه دليل أهل البيت قالوا نادونا مباشرة نحن نكون وسيلة لكم. يعني أكيد يعني أهل البيت نقول بولايتهم كانت حوالي 250 سنة، ما حدا منهم قال نادونا مباشرة نكون وسيلة لكم. طب ما في دليل واحد على هذا؟ هذا يعني علامة استفهام كبيرة من هالناحية، لأن بعض الناس كثير في هذه الأوقات تقول يا حسين يا كذا بنية يا الله، فإذا نادي يا الله مباشرة يا أخي، ما المشكلة؟ النقطة الثانية، إذا هن الإخوان يأتوا من ناحية وحدة الوجود، ما يسمى بوحدة الوجود، لو سلمنا في هذا حسنا، فهم اتحدوا بالوجود مع الله فنادي يا الله. إذا هذه من ناحية فلسفية. طب ما أنت عم تقول وحدة الوجود، فالوحدة هي لله وكل موجود هو ليس إلا بالله، فنادي يا الله. إذا فلماذا نجد هذه الأسماء؟ هذه نقطة. من ناحية ما ذكروا يعني أنا بس بتفاجئ إنه الإخوان السعودية ما عم بيناقشوا بهذه الطريقة. من الناحية الثانية، من ناحية القبور وتقبيلها وزيارتها، يا سيد العزيز الإمام علي عليه السلام حكم، هل بنى قبر لأحد؟ الله أكبر. طب معنا من هذه الناحية أسأل الإخوان يا عم دائما في الحجج، طب لماذا الإمام علي لم يبني قبر؟
الإمام الرضا تمكن وكان له قيمة عند الدولة العباسية، فلماذا لم يسألهم بأن يبنوا قبور له مثلا، أو قبور لأهله أو لأجداده عليه السلام؟ طب هذه نقطة. وأخي ما في فرق، معلش يعني ما نضحك على عقول الناس، يعني نقول مثلا قبور، يعني ما موجود قبور، موجود قصور يا عمي. أنت عم تبني هون قصر فوق القبر. الله أكبر. هناك عندك الذهب والألماظ، وفي نفس الوقت تلاقي ناس قاعدة على باب القبر تشحد يا أخي، ما معها يعني لقمة تاكل مثل نحن في اللبنانية يعني. طب كيف هذه؟ ما وين الوجه يعني هناك ضحك، يعني استغلال لعقول الناس، أما ضحك على الناس، أما كذا أما كذا. طب ليه؟ هذه انه والله الشخص، وعفوا بس يعني الاخوان عاده نحن من المذهب يعني بياتوا بيناقشوا من ناحيه منطقيه وفلسفيه، يقول لك انه والله انت بتتبرك بالقران فانا اتبرك بالقبر. يا اخي حسنا، انا بدي اجي معك سلم، مثل نسلم في الجدال يعني. انت عم تتبرك في القران، طب هذا كلام الله مباشره. انا مثلا نفترض ولو لا نفعلها، ولكن انا تقبلت انه تبركت بكلام الله. طب يا اخي اتني الامام بذاته فاتبرك به يا عمي. ما هذا عم نحكي، انا ما عم بتبرك والله، عم بدعي انه في صندوق موجود في هذا الصندوق القرآن وأنا عم بمسح حالي في الصندوق. أنا عم بتبرك بالقرآن مباشرة، فأنت آتيني الإمام حتى أتبرك به مباشرة. إذا يعني هذه مثل قياس مع الفارق، ما في قياس هنا أبدا في هذه المسألة. يعني هنا واحد عم يمسح حاله في قبر يدعي أن الإمام موجود، وأكثر من هذا يا عمي. طب ما نحن شوف كيف الإنسان ينقذ نفسه. نحن هنا عم نقول طيب أنت عم تروح تتبرك بالقبر، إنه الإمام موجود في القبر. طب ما النقطة الأكبر، طب ما أنت عم تدعي الإمام نفس الوقت. طب أقول إنه الإمام موجود عند الله، ولا تكونوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب الإمام هل هو موجود في القبر أم موجود عند رب العالمين؟ أنا الإمام، يعني أنا كإنسان ربيت على هذا المذهب أسأل أين الإمام؟ هل هو في القبر يلي بنينا عليه قصر، أنا أسميه القصر، أم هل هو موجود عند رب العالمين؟ طب يعني أنا أدعيه هو موجود عند ربنا أو موجود في القبر؟ هذه النقطة الثانية. النقطة المهمة والأعمق